انتوا طبعا عارفين قد ايه انا بحب الاكلات السهله اللي بتتعمل في حله ويا واحده. سلام بقى لو الاكله دي بتجمع بين اكتر حاجتين بحبهم، اللحمه والمكرونه. فانا النهارده بقى كان عندي شويه لحمه كده، فقررت ان انا هعملهم على العشاء. فشوحتهم كده مع شويه سمنه حلوين، ولما ابتدوا ياخدوا لون زي ما انتوا شايفين نزلت عليهم بالبصل. وانا بقى في الخطوه دي وبعد ما اديت تقليبتين حلوين كده اللحمه بالبصل، بحب احط شويه سكر صغيرين. وبعدين كنت مقطعه شويه فلفل الوان فحطيته بقى على اللحمه وقلبت كل ده مع بعضه. وعايزه اقول لكم يا جماعه الريحه كانت جامده جدا. خلاص كل حاجه دبلت واتعرفت على بعض، حطيت معلقه من الصلصه وكنت بشره طماطم حطيتها على كل ده مع التقليبتين الحلوين بقى يا جماعه. وعايزه اقول لكم ان الاكله دي اصلا معتمده على التقليب، فاستحملوني. توابلنا الحلوه بقى شويه فلفل اسود، كزبره، ورق لورا، وكمان بهارات لحمه. ومش هحط الملح دلوقتي غير لما الاكله يبقى شبه استوت. زودت شويه ميه وابتديت ان انا اوطي النار على كل ده، وسبت اللحمه بقى يا جماعه لحد ما تستوي براحتها. وانا هنا كنت بشوف اللحمه استوت ولا لا، وطبعا واضح جدا ان هي لسه ما استوتش. اديتها بقى تقليبتين كمان وغطيت عليها وسبتها لحد ما تستوي. ولما